اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، والله نشوف فيديو النهارده رايحين فين. بصوا بقى، فيديو النهارده مختلف عن الفيديوهين اللي فاتوا او الفيديوهات عامه اللي بتنزل على القناه، لان انا النهارده كنت تعبانه شويه. فجأة لقيت نفسي مزغلله ومش شايفه وصداع وبدوخ وبهبط وبعمل كل حاجه يعني. تمام. طبعا عندي جهاز سكر، انا بقيس السكر لقيت السكر فوق ال 300. طبعا انا مش متعوده عليه ان هو بيطلع كده. فجأة لقيت نفسي خلاص حاسه ان انا هنقع من طولي ومش قادره بقى. المهم يعني جيت نزلت بقى كده، رحت لعياده الدكتور، طبعا دكتور احمد. انا بتابع مع دكتور احمد محمد بلال، من الناس المحترمه. مكانه فوق فتح الله، في الممر بتاع فتح الله. تمام. هو معروف طبعا وغني عن التعريف يعني، بس انا قلت ايه، حبيت انزل كده المكان والاسم بالظبط وده رقم التليفون ودي العيادة، علشان خاطر ايه، تشوفوا دكتور احمد هيقول لنا ايه النصايح بتاع دكتور احمد في رمضان. ماشي يا دكتور احمد، كلمتين بقى للناس اللي هم بتوع الصيام في رمضان اللي عندهم السكر. تمام. طبعا كل سنه وحضراتكم بالف خير وصحه وسلامه. رمضان كريم علينا وعلى الامه الاسلاميه جميعا يا رب. اللهم امين يا رب. طبعا بالنسبه لاي حد عنده طبعا سكر، اهم شيء انك لازم قبل ما تبدا شهر رمضان وتبدا شهر الصيام تزور دكتور السكر عشان تعرف هل في امكانيه هتصوم ولا لا. طبعا لو مريض ماشي على انسولين لازم يعرف الجرعات اللي هتتظبط مثلا طبعا قبل الصيام. مريض ماشي على برشام، في برشام معين ممكن ما يكونش مناسب في الصيام، يضطر الدكتور طبعا ان هو يستبدله بنوع تاني. يعني ديت اول خطوه المفروض احنا نعملها قبل ما نبدا شهر رمضان المعظم باذن الله. باذن الله لما نبدا الصيام والدكتور قال لنا نصوم والدنيا تبقى كويسه ان شاء الله ومسموح لنا بالصيام، اهم حاجه ان احنا من فتره الفطار لحد السحور نهتم على قد ما نقدر بالسوائل. طبعا السوائل مش العصاير، يعني السوائل الميه ودي اهم شيء. لازم جسمنا يبقى رطب بحيث ما يحصلش جفاف واحنا صايمين. كذلك لما نيجي ناكل نقسم الفطار بتاعنا على مراحل، يعني ناكل جزء بعد كده بنصلي، بعد كده بعد التراويح نكمل الاكل بتاعنا. يعني الوجبه بتاعتنا نقسمها يفضل على 3 مرات. وطبعا لو في علاج بناخده قبل ما نفطر، في علاج تاني ممكن ناخده بعد السحور، على حسب طبعا الطبيب هو اللي يحدد القصه دي. طبعا الاكل خلي بالنا طبعا من النشويات، يعني الرز العيش المكرونه نقلل الكميات، نزود الخضروات على قد ما نقدر. لو في بروتين متاح زي السمك او اللحمه او الفراخ مفيش مشكله طبعا. طبق السلطه مهم جدا على الفطار وهيفرق معانا جدا. كذلك التمر طبعا يعني على قد ما نقدر. التمر نحاول نقلل منه عشان ده بيعلي السكر جامد. في نفس الوقت زي ما قلنا العصاير الحلويات الرمضانيه على قد ما نقدر تبقى قطعه صغيره، مثلا سواء كنافه او بسبوسه، ويبقى مثلا اقصى حاجه يبقى مرتين في الاسبوع مش كل يوم طبعا. وجبه الخلال طبعا من الفطار للسحور السوائل زي ما قلنا. السحور على قد ما نقدر يبقى مثلا حاجات زي جبنه قريش، زبادي، لبن رايب. نتجنب الشاي والقهوه بالليل على السحور عشان الحاجات دي ما تعملناش جفاف وتاثر على الدوره الدمويه في الصيام. وكل عام وحضراتكم بالف خير وصحه وسلامه. شكرا يا دكتور.